بيبدأ فيلمنا الساعة 8 الصباح في محمية غابات اسمها جنينة أرفور الأومية، وهناك بنشوف حارس الغابات بنيامين فاني وهو واقف في نقطة خدمته. في اللحظة دي المشرف بتاعه بيبدأ جولته الصباحية من خلال جهاز اللاسلكي، وبيعدي على كل الحراس واحد واحد يتأكد إنهم في أماكنهم. لكن أول ما بيجي الدور على بنيامين مفيش منه أي رد. المشرف بيكرر النداء كذا مرة، لكن برضه مفيش أي صوت. واضح كده إن بنيامين غرقان في الشغل. بعد شوية بيتلاقى ورقة متعلقة على لوحة الإعلانات في نقطته، مكتوب فيها جملة غريبة جدا: أنا مديون للأرض دي بجثة. المشهد بعد كده بينقلنا للشابة لينون وهي رايحة تستلم شغلها الجديد كحارسة غابات. في طريقها كانت بتسمع على اللاسلكي كلام عن موجة اختفاءات حصلت مؤخرا في المحميات والغابات اللي حوالين المنطقة. وهي ماشية وقفت بالعربية علشان تجيب منديل، ولما رجعت تتعدل على الكرسي فجأة شافت حيوان غريب واقف في نص الطريق. عينه كانت مركزة فيها بشكل يخلي الدم يتجمد، وفضلوا باصين لبعض لحظة كأن الزمن وقف. فجأة اللاسلكي طلع صوت مزعج وعالي جدا فزعها وخلاها تفوق من الشرود. وبالسرعة دي الحيوان اختفى. زي ما ظهر فجأة اختفى فجأة. أول ما وصلت لينون لمحطة الحراسة ودانها جابت صوت اتنين من زمايلها بيتريقوا عليها وعلى تعيينها. بس أول ما الحارس جاكسون قدمها ليهم اتصرفوا كأن مفيش حاجة حصلت. جاكسون رحب بيها وباركلها على المنصب الجديد، وعلق إن الناس بتقول إنها بقالها سنين بتحاول تمسك الوظيفة دي. هي شكرته باختصار، لكن باين عليها إنها مش مرتاحة وبتاخد جنب من الكل. في أول اجتماع تعريفي المدربة جينانج حذرتهم من إن مفيش تغطية شبكة موبايل جوه الجنينة، وفي مناطق كمان ما فيهاش كهرباء. لكن باين إن لينون كانت مشغولة أكتر بملصقات المفقودين اللي محطوطة على الحيطة. واحد من الملصقات دي كان بتاع بنيامين فاني. الخبر إن لينون اتعينت كمان وصل لمعارفها القدامى هارولد ومارجريت فينلي، وده فرحهم جدا. رغم سنهم الكبير قالوا إنهم ناويين يروحوا يخيموا قريب، خصوصا بعد ما الدكتور سمح لهارولد إنه يجرب مغامرة بعد ما عمل عملية في ركبته. وأخيرا جه وقت استلام لينون لأول نقطة حراسة ليها، وكانت من نصيبها النقطة اللي كان فيها بنيامين قبل كده. الورقة الغريبة اللي كتبها ما كانتش موجودة، بس واضح إن في حاجة غريبة في المكان. لينون شالت الشريط اللي كان مغطي المنطقة وابتدت ترتب حاجتها وتؤمن سلاحها كويس. لكن اللي شد انتباهنا أكتر إن أول ما فرضت الخريطة على الحيطة ظهر هدفها الحقيقي. هي جاية هنا علشان تحقق في موضوع الاختفاءات الغامضة. كان عندها دوافع شخصية، لأنها علقت صورة ليها مع أختها على الخريطة وبدأت تحط علامات على الأماكن. وإحنا معاها في أول يوم بنشوفها بترد فورا على النداء الصباحي الساعة 8 صباحا، وقالت إنها طالعة بدورية عند الجبل الأسود. على لوحة الإعلانات كانت كاتبة ورقة تحذر الناس إنها هتكون بره 3 أيام، وبتطلب محدش يقرب من مؤنها لأنها كل اللي معاها وهيكفيها الصيف كله. وهي في رحلتها كانت بتسمع برنامج إذاعي بيحكي عن نفس الظاهرة اللي بتحقق فيها. بيقولوا إن حالات الاختفاء دايما بتحصل حوالين حقول الجرانيت، وأكتر مكان بيحصل فيه ده هو جنينة أرفور. والغريب إن الجثث بتظهر بعد كده من غير جزم، كأن في حاجة بتسيب بصمة. لينون فضلت تسمع الحكايات دي وقضت يومها في الغابة. خيمت هناك بالليل وكملت جولتها تاني يوم بدري. خلال جولة الصبح حاولت ترد على النداء، بس اللاسلكي بدأ يشر، واكتشفت إنها نسيت تجيب بطاريات زيادة. مفيش في إيدها حاجة. كملت جولتها بس الدنيا ضلمت، وفجأة وهي وسط الأشجار سمعت خطوات حوالين الخيمة. شعاع الكشاف جاب نفس الحيوان اللي شافته على الطريق. وقبل ما تفهم حاجة اللاسلكي صرخ بصوت عالي جدا، ما فهمتش منه أي كلمة. اتوترت جدا وافتكرت إن البطارية مفروض تكون نايمة، فإزاي يشتغل؟ الخطوات بتقرب والقلق مالي المكان، لحد ما ظهر جاكسون وقال لها إنه قلق لما ما ردتش الصبح، وجاب لها بطارية احتياطية لجهازها، وكمان عزمها على لقمة بسيطة تحت ضوء القمر. جاكسون حاول يتكلم معاها عن حياتها، لكن لينون كانت واخدة حذرها وبترد ردود مقتضبة، لأنها عارفة كويس سمعتها بين الناس إنهم بيقولوا عليها مجنونة. جاكسون غير الموضوع وقال إن كل حارس غابات في نقطة معزولة بيجيله شوية جنون،
وسألها لو بتعرف تنام، لأن كتير بيعانوا من الأرق. الليلة خلصت ونيموا جنب بعض، والصبح جاكسون سلم لها بطاريته الاحتياطية وقال لها إن الراديوهات القديمة دي مش مضمونة ولازم الواحد يجهز دايما. رجعت لنقطتها مرهقة جدا. أول ما رمت نفسها على الأرض غفلت، وفي حلم غريب شافت نفسها وهي صغيرة بتلعب وسط شجر عالي مع بنت صغيرة. وفجأة صوت ست بيسألها بقلق: فين أختك؟ وصحيت وهي متضايقة. الحلم ده مش غريب عليها، بيزورها كتير. في الليلة دي علمت على الجبل الأسود في الخريطة وراحت للمنطقة اللي بعدها. كل يوم بتغطي جزء وبتعلم عليه، بس ما لقيتش اللي بتدور عليه، والكوابيس ما سبتهاش. وفي يوم وهي مرهقة من استكشاف يوم كامل على الفاضي، دخلت تنام. لكن في عز الليل ظهر خيال على حيطان الخيمة. كان في حد بيتحرك بره، ما كانتش شايفة مين، بس حاسة إن في حاجة مش تمام. وفجأة خبط جامد على الباب وصوت راجل بيصرخ وبيستغيث. سألته: في إيه؟ الراجل صوته عالي لكنه مردش، وصوته زاد فزع. كانت مترددة بس ما كانش ينفع تتجاهله. ففتحت الباب. الراجل كان مرعوب ومسك دراعها وهو بيقول: مفيش وقت. هي فهمته إنها لازم تلبس جزمتها الأول، ولما طلبت منه يسيبها انهار وعيط وجرى بعيد. قلقت عليه وجريت وراه حافية وبلغت المركز إن في حادثة. فجأة سمعته بيصرخ باسم واحدة: سأره. جريت ناحيته ولقيته منهار بيقول إن صاحبته كانت هنا واختفت. تاني يوم فريق البحث كان في الموقع. المدربة جينانج قالت إن اسم البنت سارة جرينبيرج، وقسموا الجنينة لمربعات. لكن جاكسون رفض يخلي لينون تنضم للبحث، وقال إن حد لازم يفضل في النقطة لو البنت ظهرت، رغم إنه احتمال ضعيف. لينون اعترضت وقالت إن الهليكوبتر لو كانت فوق سارة أكيد كانت هتبان. لكن جاكسون أصر، ومع ذلك لينون قررت تعصي أوامره وسابت ورقة تانية على اللوحة بتحذر زي الورقة اللي قبل كده، وكتبت رسالة لسارة في حالة إنها تدور على النقطة. وطول اليوم وهي بتفتش رجع لها ذكرى طفولتها لما أختها الجيني تايهت في الغابة ومحدش لقاها أبدا. الذكرى كانت قوية لدرجة إنها صرخت باسم الجيني بدل سارة. وفي نهاية اليوم شافت قماشة متبقعة على الأرض، ولما قربت شافت بنت واقفة في الغابة دايخة، جسمها كله جروح. كانت سارة. لينون قربت منها بحذر، حاولت تتكلم معاها بس سارة كانت مش فاهمة حاجة، كلامها ملخبط وجسدها مليان جروح وكدمات. فجأة سارة لفتت نظرها وقالت لها بكلام مش مفهوم، بس لما سمعت اسمها اتجمعت شوية وفقت شوية. لينون حاولت تهديها وتطمنها، لكن الحالة دي كانت مؤثرة عليها جامد. رغم كده لينون ما هربتش من المسؤولية، وبمجرد ما رجعت المأوى بلغت مركز التحكم عن اللي حصل. لكن القرار كان إن جينانج المدربة هتتخذ إجراء، وبسبب عصيان لينون للأوامر تم فصلها من الخدمة في المحمية. لينون اتقبلت القرار بصعوبة، بس كانت مصممة إنها ما توقفش هنا، وبدأت تخطط إنها تكسر الكلام اللي اتقال عنها. وبدلا من تستكشف مناطق جديدة رجعت تمشي في نفس الطريق اللي لقت فيه سارة عشان تدور على أي أثر ممكن يساعدها. في نص الليل فجأة سلكي اللاسلكي بدأ يخربش ويرن كأنه بايظ. لينون طفت الجهاز وكانت فاكرة إنه مش شغال. ما قدرتش تنام، فقامت خرجت من الخيمة بكشافها عشان تطلع تشوف إيه اللي بيحصل. شافت حاجة بتتحرك بسرعة بين ورق الشجر على بعد كام متر. حاولت تركز وتشوف هي إيه، لكن ما كانش في حد. لما قربت سمعت صوت تنفس تقيل. فجأة لمحت شخص بيزحف ورا خيمتها بيحاول يستخبى. لينون عرفت نفسها كحارسة غابات وقالت إنه ممكن تساعد لو في مشكلة، بس لما لفت حوالين الخيمة ما كانش في حد. صوت التنفس بدأ يختلط بحفيف الورق بقوة، وكانت حاسة إن في حاجة جاية ناحية الخيمة. خافت ورجعت دخلت الخيمة بسرعة وبدأت تحاول تسمع إيه اللي بيحصل بره. فجأة ظهر خيال كبير جنبها بيفرد أصابعه الطويلة ناحية الخيمة. مسكت مسدسها وحذرت إن هي مسلحة، والمخلوق وقف للحظة وبعدين مشى بخطوات ثقيلة بعيد. في اللحظة دي جاكسون نادى على لينون في اللاسلكي وقال لها إن في حد تايه وقريب وبيحتاج مساعدة. لينون ردت وقالت له إنها لسه شافته ماشي من جنبها، لكن جاكسون كان مش عارف مكانها أصلا لأنه كان مصمم إنها تفضل في المأوى كعقاب. اللاسك بدأ يخربش ويطلع أصوات مشوشة، بس لينون قدرت تسمع كلام جاكسون اللي قال لها تروح تدور على الشخص التايه.
لاينون فضلت على اتصال مع جاكسون، وفجأة لقت نفسها على حافة بحيرة كبيرة، مكان بعيد عن مكانها الأصلي. حاولت تشرح الموقف لجاكسون، لكن رد عليها بطريقة مربكة وقال لها إنها بالظبط في المكان اللي المفروض تكون فيه. بعدها كرر شعار حراس الغابات: ما تسيبش حاجة وراك، ما تاخدش حاجة معاك، وما تخليش حاجة تتموت. لينون حست بجسمها بيهتز لما أدركت إن الصوت ده ممكن ما يكونش جاكسون الحقيقي. سرعت خطواتها عشان ترجع للخيمة، لكن اتكعبلت لما سمعت صوت أختها جيني في اللاسلكي. بعد حلم تاني من الماضي، صحت وهي دايخة ولقت نفسها لسه عند البحيرة. جاكسون كرر الشعار مرة تانية واتهمها إنها أخدت حاجة من المكان. لينون ما شافتش الشخص اللي نازل من الشجرة وراها، بس سمعت صوت ورحت هناك. لقيت دم على جذع شجرة، وفجأة ظهرت هيئة سارة قدامها زي ما كانت لما لقيتها. لينون بدأت تنهار وقعدت على الأرض وكورت نفسها وغطت وشها بإيديها. جيني ظهرت للحظة وهمست في ودنها تلميح إنها لازم ترجع للغابة، وإن الحاجة اللي سرقتها هي السبب. لينون سابت اللاسلكي وراها وبدأت تمشي تايهة. سمعت اتنين بيتكلموا، وحست بالراحة لما شافت عيلة فينلي بيخيموا، بس للأسف هما ما كانوا شايفينها ولا سامعينها، كأنها شبح. الأسوأ من كده، نسخة تانية من لينون ظهرت وضربت نار على مارجريت. لينون جريت بسرعة وعدت المنطقة مليانة بملصقات المفقودين، منهم ملصق جيني. لكن لما حاولت تاني تلاقيهم، لقيت عيلة فينلي، وهارولد كان بيعمل حاجة غريبة في أحشاء مراته. مهما جرت منهم كانوا بيرجعوا يظهروا تاني ويكرروا نفس الحوار. لينون ما قدرتش تستحمل وصوبت المسدس على مارجريت. فهمت أخيرا إن الغابة بتطلب تضحية عشان تعوض غلطتها في إنقاذ سارة، اللي اتضح إنها الحاجة اللي أخدتها. ما قدرتش تضغط على الزناد وسابتهم يمشوا في سلام. فجأة ظهر صوت جاكسون في اللاسلكي بيحذرها إنها لازم ترجع الحاجة اللي أخدتها، وإلا هتاخد مكان سارة ومش هترجع بيتها. لينون ردت إنها تفضل الاختيار ده، واللاسك سكت فجأة. رجعت للبحيرة ولقيت خريطة مدفونة في الرمل عليها تعليمات غريبة، وقررت تمشي وراها. لقيت نفسها رجعت للنقطة بتاعتها، وهناك اكتشفت جزمة جيني معلقة في النص. قعدت من الباب، وبشكل غريب دخلت البيت اللي قضت فيه طفولتها، مش بعيد عن المحمية. بدأت تجيها ذكريات آخر يوم لجيني قبل اختفائها، لما كانوا بيلعبوا سوا ولينون غابت عن عينيها. شافت لاسلكي قديم، وسمعت الحوار بين جينانج وجاكسون يوم اختفاء جيني. جينانج قالت له إن البنت ما كانتش تايهة، إنما الغابة هي اللي أخدتها. بيت لينون بدأ يتحول وكأنه بيكبرها، وهي ماشية في مسار معين وبتواجه كذا رعب. شافت أمها، جنازة كئيبة، وأبوها اللي انتحر لما النور طفى. ظهر شبح جيني في أوضتهم اللي كانت مليانة مية. لينون طلبت السماح وقسمت إنها عمرها ما توقف تدور عليها، لكن جيني قالت لها إنها ما كانتش غلطتها. بعدها جيني اختفت فجأة، ولينون طلعت من الأوضة وواجهت شبح بنيامين فاني اللي كان بيزعق. بعدها جينانج ظهرت وقالت لها إن دي مش مجرد رؤية، وإنها حقيقية، وبدأت تشرح لها الحقيقة. قالت لها إن كذا حارس غابات فاهمين الموضوع وعارفين إن الغابة بتاخد ناس معينة، وإن مفيش حاجة ينفع تتاخد من مكانها. رغم كده هي ندمانة إنها سابت جيني وزهقت من اللي بيحصل كله. جينانج أكدت إنها مش هتسمح لنفس الحاجة تحصل للينون، ووعدتها إنها تاخد مكانها، وإن الشابة دي هتبقى حارسة غابات عظيمة. فجأة كذا إيد مسكت لينون وسحبتها لتحت، وطلعت في نص البحيرة وشافت جيني على الشط للحظة. بس طلع جاكسون الحقيقي موجود، شدها المية وندى للمساعدة على اللاسلكي، وحذر إن محطة الحراسة مفقودة. لينون سألته إزاي عرف إنها مفقودة مش متاخدة، رغم إنه ما ردش، لكنه ما كانش مستغرب من السؤال. لينون فهمت إن جينانج قالت له الحقيقة كلها. في الصيف اللي بعده رجعت لينون للجناينة، والمرة دي جاكسون هو اللي بقى بيقود جلسات التعليمات بعد اختفاء جينانج. هي فعلا أخدت مكان سارة علشان ما تتخدش، وقدرت تحتفظ بوظيفتها. رتبت حاجتها بنفس الطريقة وعلقت نفس الخريطة، المرة دي عليها ملصقات جيني وسارة. في يوم كانت بتخيم، ولقيت جاكسون بينادي على الكل في اللاسلكي عن ولد تايه جنب البحيرة. لينون ردت وقالت إنها تساعد في البحث. في قعدة الفريق اتوزعت نسخ من ملف الولد اسمه جيم سيمور. لينون استلمت محيط التغطية وبدأت تدور عليه وهي بتنادي اسمه. بعد شوية شافت حد واقف وظهره ليها،
وبيهامهم بكلام مش واضح. لما لف وشه عرفت إنه جيمس، ومسكت اللاسلكي علشان تبلغ، لكنه سألها إذا كانت ليه نون حقيقية. هي شافته إنه واحد من المختارين اللي الغابة اختارتهم، عشان كده قال لها إنها مش حقيقية. جيمس لف تاني بعيد بنظرة يأس. لينون سحبت اللاسلكي ومشيت بعيد من غير ما تبلغ حد. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.